وأخيرا بتشرق الشمس من جديد. بعد ساعات من الخوف ومن البرد بيحاول باي إن هو يطلع فوق القارب، ولكن فجأة بيظهر حيوان تاني، هاري الضبع. بيمسك باي خشبة التجديف عشان يدافع عن نفسه، ولكنه بيضطر يرجع مرة تانية لطرف القارب عشان الضبع ما يوصلهوش. وكان واضح إن الضبع مش في كامل قوته بسبب تأثير المخدر الحيوانات بتاخده قبل الرحلة. ولكن باي فجأة بيسمع صوت جديد، صوت قردة اسمها أورنجوس، كانت متعلقة بشبكة مليانة موز، وقدرت إنها الشبكة تطفو بيها على سطح البحر. بيحاول باي إن هو يساعدها، وبتطلع القردة فعلا فوق القارب. لكن في اللحظة دي لما بيبص في عينيها بيحس بحزن واضح، بيفهم الحقيقة، بيفهم إنها فقدت ابنها في السفينة اللي غرقت. بيحاول باي إن هو يهدي القردة، وبيكلمها بنبرة مليانة عطف، وبيقول لها إن أكيد أبوه وأمه لقوا ابنها، إن هم هيهتموا بيه. وكأن باي في اللحظة دي مش بيواسي القردة، ولكن في الحقيقة هو بيواسي نفسه، إن أبوه وأمه لسه عايشين. ولكن الهدوء اللي كان فيه ما بيستمرش. فجأة بيظهر الضبع هاري مرة تانية، وبيهجم على الحمار الوحشي، بيمسك في رجله وبيبدأ ينهش فيها وهو لسه حي. المشهد بيكون قاسي جدا. باي بيصرخ وبيحاول يبعده عنه، أورنجوز بتصرخ معاه، وفي لحظة الضبع بيهدى. ولكن الليل بيكون لسه مخبي كابوس أكبر. في نص الليل بيرجع هاري مرة تانية للحمار الوحشي، ويبدأ يتحرك بعصبية في القارب كله، واضح عليه أثر دوار البحر. وفي لحظة غضب بتقف أورنجوس وتضربه ضربة قوية على راسه، والضبع بيقع على الأرض. بيفرح باي جدا، ولكن فرحة ما بتكملش، لأن الضبع ما كانش مات، هو كان بيتظاهر بالموت. وفجأة بينهض بسرعة وبيهجم على القردة وبيعضها من رقبتها، وخلال لحظة بتموت. باي بيقف مصدوم، الغضب بيسيطر عليه. بيمسك خشبة التجديف وبيقف قدام الضبع كأنه بيتحداه، بيقول له يقرب منه لو يقدر. ولكن قبل ما يحصل أي شيء بيظهر فجأة ريتشارد باركهام من تحت الغطا، وبيهجم على الضبع. وخلال لحظات بينتهي كل شيء.